النهارده ان شاء الله هعمل لكم بسكوت ماري المعروف تحفه، اكنه جاهز بالظبط، احلى من جاهز، وكمان بمكونات صحيه. مع اكله بس مع هويدا هتشوفي كل جديد، وكل اكل صحي، والبسكوت بطريقه صحيه وكمان اقتصادي وموفر، احسن من تشتري من بره. ضامنه المكونات بتاعته انها مكونات صحيه لولادك. مع اكله بس مع هويدا احلى بسكوت ماري. نبتدي مع بعض الطريقه والمقادير. نبتدي مع بعض مقادير بسكوت ماري الصحي للولاد. بسكوت ساده تستعمليه في اي حاجه، مع الشاي مع اي حاجه، بس هنعمله بطريقه صحيه. اول حاجه نص كوبايه اما دبس التمر يا اما السكر البني، يعني انت هتختاري اللي انت هتعمليه. بالنسبه بقى للحاجات الدايت وبالنسبه للصحي يبقى احسن حاجه دبس التمر او العسل الاسود. اول حاجه حطيت نص كوبايه، المتوفر عندي دلوقتي السكر البني، حطيت نص كوبايه من السكر البني، هحط عليهم نص كوبايه من اللبن. انا بستخدم اللبن الطبيعي عشان الكالسيوم اللي فيه وللولاد. ادي نص كوبايه من اللبن، اسهل بسكوت ممكن تعمليه، سهل جدا. حطيته مطرح السكر عشان ننزل البواقي اللي فيه. نزلنا، مفيش بيض ولا اي حاجه، هعملك البسكوت ماري اللي موجود في المحلات بمنتهى السهوله. هنحط عليهم كل الخليط ده هو 3 معالق من الزبده المحمله، ممكن تعمليهم نص كوبايه من الزيت، بس انا بحس ان الزبده الطبيعيه بتبقى احسن من الزيت واكثر قيمه غذائيه، وكل ما كان هو طبيعي سبحان الله كل ما كان احسن لك. الثلاث حاجات اللي حطيتهم، الثلاث مكونات، هقلبهم مع بعض كده بالوسك. شايفه ده بسكوت ساده بنكهه الفانيليا. بعد ما خلطت خلاص الخليط كويس، هكون محضره 3 كوبايات من الدقيق. انا محضره دايما دقيق اللي هو الاسمر اللي هو الحبه الكامله، ده اصح حاجه بالنسبه للاطفال بالذات، يعني مش هم شوفان خالص يعني. لكن لو انت عايزه تعملي رجيم او دايت او حاجه خاليه من الجلوتين، ممكن نستعمل اي نوع من انواع الدقيق التانية، لكن ده هنعمله بالدقيق الحبه الكامله. يعني دايما استعملي، لو مش موجود ده ولا ده يبقى عندك دقيق الحبه الكامله. هعمله زي الحبه الكامله زي ما قلت لك قبل كده، 3/4 كوبايه من الدقيق الابيض، هحط عليهم ربع رده. اصبح لان اصلا النخاله هي اللي بتخليه حبه كامله اللي هم بيشيلوها منه ويخليه دقيق ابيض. معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، معلقه صغيره. هنحط ذره الملح بتاعتنا، وبعد كده وما تنسيش تحطي ذره الفانيليا. هخلط الدقيق ده كله مع بعضه وابتدي انزل بيه شويه بشويه على الخليط اللي انا عملته، اللي هو 3 تنصاص، نص زبده، نص سكر، نص لبن. وطبعا احنا حاطين 3 كوبايات من الدقيق حبه كامله. ال3 كوبايات يساووا قد ايه؟ يساووا حوالي نص كيلو او اقل شويه من الميزان. انا طبعا بحط دقيق شويه شويه لان مش كل الدقيق بيشرب السوائل زي بعضه. وما تقلقيش لو نشف معاكي شويه، لو حسيتي ان انت دقيق كتير اكتر شويه، انت ممكن لو حطيتي سنه سنه هتقدري تتحكمي في مقدار الدقيق. ما حطيتيش سنه سنه وزاد معاكي الدقيق، ممكن تحطي معلقه لبن، يعني تبقي ايه، حبه بحبه، ما تزوديش قوي. احنا هنخلطه كويس ونشوف هل الدقيق على قد الشكل دي مظبوط بالظبط، الميزان بتاعه مظبوطه بالظبط او المعيار بتاعه. هنحط بقيه الدقيق ونلم العجينه بتاعتنا بتاعت البسكوت. هنلم مش هنعجن، البسكوت ما بيحبش العجن. هلمها كويس، وطول ما تتلم معايا هبتدي اوريك ازاي نشكلها، واكنك عامله بالظبط او جايبه بالظبط بسكوت ماري جاهز، بس بطريقه صحيه ما فيهوش دهون مهدرجه ولا فيه زيت. ده معمول بالزبده الطبيعيه. ما عندكيش زبده طبيعيه برده مش مهم، ممكن تعملي زيت الذره، ممكن تعملي زيت عباد الشمس، اي نوع من ممكن تعملي زيت جوز الهند. اللي ما بيحبش يستخدم الدهون خالص دي يستعمل اي نوع تاني. المقدار مظبوط. هحضر القوالب بتاعتي اللي هعمل عليها البسكوت واوريك ازاي هشكلها. لميت العجينه زي ما قلنا، هبتدي جهزت المفرش اللي هشتغل عليه او كيس نايلون زي ما انت عايزه. هبتدي افردها عشان اشكل بطريقه اللي تخليه اكن جايباه جاهز. العجينه احسن ان هي مش ناعمه قوي، يعني مش سايله
عشان تطلع ناعمه، لان انت كل ما كانت العجينه مايله انها تكون ناشفه كل ما بسكوتك كانت مقرمشه. انا فردت العجينه، عايزاها تكون السمك رقيق مش تخين عشان يطلع مقرمش، برضو مش رفيع قوي عشان ما يتحرقش. ازاي هشكله بقى؟ قالب عادي خالص، اي قلب عندك بالمقاس اللي انت عايزاه. عملت القلب انا كده ماشي. زي ما انت شايفه كده قطعت البسكوته مدوره. في كذا طريقه للتشكيل عشان يبقى شبه بالظبط الجاهز. الطريقه الاولانيه ان انت تكوني مثلا عندك مسطره الحروف وتكتبي كلمه ماري، دي هتخليه شبه الجاهز بالظبط. بس افرضي ان انا دلوقتي مش عايزه، ما عنديش المسطره دي، سهله جدا برضه هوريكي تعملي ايه. برضه في طريقتين لتشكيل الحرف بتاع البسكوته. البسكوته بتبقى منقرشه من الحرف، يا اما لو عندك اللي هي الادوات بتاعت بصي تشكيل حلاوه السكر دي او حلوى السكر، يا اما بالمعلقه العاديه. انا مثلا بدي هعمل كده زي ما انت شايفه كده بجنبها، وابتدي اعمل الطروف كده ماشي. افرضي ان انا ما عنديش دي، هروح جايبه المعلقه بحرفها وعامله نفس الطريقه من غير ملجأ لاي حاجه، جاهزه كله من البيت. يبقى انت ممكن تعملي الشكل اللي انت عايزاه. شايفه؟ هنعمل التانية دي بس انا مش عايزه احط اسم ماري، وفي البسكوت بينزل بكذا اشكال، ساعات بيبقى مكتوب فيه كلمه ماري وساعات لا. انا عايزاها تبقى في النص مفيش كلمه ماري لاني ما عنديش مسطره الحروف. مش مشكله برضو خالص، هوريكي برضو تستعيري حاجه تانية غير مسطره الحروف ازاي. ادي عملت حروف العناب، هاجي من هنا باي بوز، باي حاجه عندك ليها بوز، واروح عامله اخرام في وسط البسكوته زي ما انت شايفه كده. ممكن بالشوكه، يعني مش شرط باي حاجه، ممكن بالشوكه ممكن باي حاجه. يبقى اذا احنا نقدر نتصرف في اي منظر احنا عايزينه، المهم الولاد يحبوا شكله في الاخر. هكمل واوريكي ازاي هنسويه. خلاص جهزت البسكوت زي ما انت شايفه كده. الخليط اللي عملته البسيط، المقدار البسيط ده، عمل لي حاجه بتاعت 55 بسكوته بحجم كبير، بحجم جميل. بسكوت ماري ساده تحفه، مكونات مضمونه. عملت بالشكل اللي لو عندك مسطره الحروف، ولو عندك المسطره بتاعت الحلويات، وعملت بالشكل لو ما عندكيش اي مقادير بالمعلقه او اي ادوات بالمعلقه وبالايه بالتخريم الشوكه او باي حاجه ايه باي حاجه تقدري تخرمي تعملي بيها الخروم دي. هدخله الفرن دلوقتي واسويه على درجه حراره 160. زي ما اتفقنا في الاول هبقى سايبه الفرن سخن جدا، اسيبه 10 دقايق كده. اول ما احس ان هو بدا يخش على السوا اروح موطيه عليه وسايباه 10 دقايق، وبعد كده اطفي عليه واسيبه جوه الفرن. هنشوفه بعد ما يستوي. احلى بسكوت ماري هيعجبك جدا ان شاء الله، مكونات مضمونه وصحيه للولاد. ندخل الفرن. بسكوت اللي من الفرن جميل جدا، اللي مكتوب عليه ماري، تحفه وطعمه مقرمش حلو جدا، هيعجبك جدا. اعمليه لولادك، مفيد ومغذي، تبقي ضامنه هما بياكلوا ايه وعارفه ان الحاجه اللي بياكلوها مكوناتها كويسه. مع احلى بسكوت ماري، مع اكله بس مع هويدا بايه، مكونات جميله وصحيه. مع اكله بس مع هويدا بالهنا والشفا. ما تنسينيش من اللايك، ويا ريت لما تشوفي كلمه سبسكرايب تدوسي عليه المكتوب الاحمر او اشتراك، ولما يزالك الجرس تدوسي عليه يوصلك كل جديد من احلى بسكوتات صحيه من اكله بس مع هويدا بالهنا والشفا.